ادهم جيمر النهارده جاي لكم فيديو جديد مميز جدا عن لاعب من لعيبه الايبك في الباكيج المجاني، لاعب دينيلسون. طبعا الفيديو متقسم دلوقتي لفقرات. اول فقره هي عرض البطاقه او بطاقه اللاعب. طبعا بطاقه ايبك من كاس العالم 98، لاعب اشول 21 سنه. طبعا الكارت يعني 78 سنتي، مش طويل، 178. وطبعا اهم مميزات اللاعب، طبعا هتشوفوا الطاقات بس لما اوريكم تطوير اللاعب. دلوقتي المهارات بتاعته دبل تاتش، فليب فلاب، ويعني اغلب المهارات عنده او اكتر المهارات اللي ممكن تحتاجها. وبس يلا بينا على تاني فقرة وهي تطوير اللاعب. بس دلوقتي مع تطوير اللاعب انا مطوره بطريقة اللي هو انا يعني مزود له الدريبل، مخليه دريبل وبول كنترول والاستحواذ في مساحات ضيقة اللي هي سيز بوزيشن، مخلينهم عالي هو، والسبيد طبعا والتسارع كيكنج والتسديد والبالانس في والاستامينا. قطع التطوير انا بس ممكن انا بس تشوف ده التطوير اللي هم عاملينه. الاوتو بيبقى 99 دريبل، يعني الدريبل بيبقى اعلى بس بيبقى السرعة والتسارع اقل، 89 سرعة و50 تسارع. طبعا ده شايفه كويس بس انا بحب اقلل كيكا الباص، يعني 60 من 65 مفرقتش كتير، كيكا باصات وحشة. ممكن نزود احسن في الفينش، عشان الفينش بتاعه ضعيف، خلي الفينش 71 معقول شوية، او تزود في مثلا السرعة والتسارع. التسارع يبقى 96 او السرعة تبقى او السرعة تبقى 90 او المهارات بس مش مهم، يعني هو خلاص في الدريبل عادي. فانت لو زود يا في التسارع يا في السرعة. انا هزود في التسارع مش. بس والفقرة اللي بعديها او قراءة عن اللاعب. اللاعب ده يعني في السرعة والتسارع رهيب، سريع جدا بالذات في التسارع. يعني من نص الملعب ممكن ياخد الكورة من نص الملعب للجون من غير ما حد يشوفه اصلا. وتاني حاجة السرعة برضو سريع في الجري بالكورة. التسديد مش وحش، بيعمل كورة بوش رجله خارجي حلوة جدا، هتشوف كل ده في اللقطات. و دي الايجابيات بتاعته. طبعا السلبيات ان هو التسديد بتاعه مش وحش بس يعني التسديد من بعيد مش قد كده، دي طبعا ممكن اعتبرها من سلبيات. بس هو كده كده اصلا سرعته يعني تخليه يخش جوه الجون بسرعته. يعني هو لاعب سريع جدا. والتاني سلبية ان هو بساطه وحشة جدا، طبعا بساطه في الارض، بساطه 60، يعني لاعب زي الزفت في البساط. بس هو يعني انت ايه ممكن تقعد تجري بيه بس وتشوط كور، فهو لاعب مميز جدا. طبعا لو طلعلك اللاعب ده فانت محظوظ، هو او دونادوني او اي لاعب لعبة تانية. برضه هعمل فيديو عن دونادوني ان شاء الله يعجبكم. بس واللقطات دلوقتي هتشوفوا اللقطات، بس من اللقطات من غير صوت طبعا، مبقتش اسجل في اللقطات. لو عايزين اسجل قولولي في التعليقات. بس مبقاش طول عليكم، يلا بينا على اللقطات.